السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من يتذكر أيام ما يسمى بالربيع العربي في أواخر سنة 2010 2011 سيقول إن اليوم فرنسا تشرب من نفس الكأس الذي شربت منه عدد من الدول العربية فيما يسمى بالربيع العربي، وما هو إلا خراب عبري وخريف عبري حل بدول المنطقة. ورأينا ما رأينا: سقوط ليبيا، سقوط اليمن، تمزيق سوريا، تونس حاليا جد متأزمة، مصر يراد إسقاطها. أخطر شيء هو أنك تدعم الثورات الملونة وتربي الأفعى في منزلك، وتتناسى في أنها قد تنقلب عليك في يوم من الأيام. وهذا هو ما حل بفرنسا، أو ما يحل بفرنسا حاليا. فرنسا في زمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. موقف فرنسا من أيام الربيع العربي في المنطقة كان واضحا، أوضح من وضوح الشمس في واضحة النهار، حيث رحبت ودعمت وأيدت فرنسا على لسان خارجيتها ما يسمى بالربيع العربي، حيث أن هناك تغريدة منسوبة لوزارة الخارجية الفرنسية، حيث أن وزير الخارجية الفرنسي آنذاك في أيام الربيع العربي كان هو فابيوس. التغريدة التي تعود لوزارة الخارجية الفرنسية ماذا تقول؟ تقول: الربيع دياز الربيع العربي، علينا أن نكون متضامنين مع هذه الحركات، إذ علمتنا التجربة في كل بلد من بلداننا بأن الثورات تشهد صعودا وهبوطا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن فرنسا اليوم تشرب من نفس الكأس، تذوق من نفس السم الذي تذوقت منه دول المنطقة. بطبيعة الحال ما يسمى بالخراب العبري أو ثورات الربيع العربي كانت هناك أيادي تحركها من الخلف. هو نفس الشيء مع فرنسا حاليا. بسبب ماذا؟ بسبب أول شيء سياسات ماكرون، سواء على المستوى الداخلي سواء فيما يخص تمرده على شبكات المصالح الغربية، والتي حركت كذلك الثورات في دول المنطقة. هذا ليس من باب الشماتة، لكن دعم فرنسا للثورات هو موقف خاطئ. ففرنسا لم تأخذ في حسبانها أن عدوى الثورات الكاذبة قد تصيبها في يوم من الأيام، وها هي تكتوي بنارها في سنة 2023. واليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدين مواقع التواصل الاجتماعي والدور السلبي الذي تلعبه من أجل تحريك الشارع. وسائل التواصل الاجتماعي هي من حركت الشارع العربي أيام ما يسمى بالربيع العربي أو الخراب العبري أو الصقيع العبري أو الخريف العبري. بالنسبة للأحداث الجارية في فرنسا، ما سببها أو أسبابها؟
أول سبب رئيسي أو الحادث الرئيسي الذي ما هو إلا ذريعة، أو هو بمثابة عود ثقاب الذي سيرمى في برميل من البنزين لإشعال الوضع في فرنسا. الحادث أو مقتل المراهق نائل ما هو إلا عود ثقاب، ما هو إلا الذريعة التي ستستعمل لما نراه، أو التي سيتم توظيفها من أجل أن نرى ما يحدث الآن في فرنسا من سرقة، احتجاجات، حرق، نهب إلى آخره من الفوضى التي نراها. الفتى نائل أو القاصر نائل الذي يبلغ من العمر 17 سنة، مراهق من أصول جزائرية، حسب ما يقال حاول الفرار من الشرطة، لكن بسبب ذلك تم تصفيته أو تم إطلاق النار عليه من طرف شرطي يبلغ من العمر 38 سنة. شيء بسيط أو سؤال بسيط يطرح نفسه: هل هذه الحوادث هي الأولى من نوعها في فرنسا؟ مثلا محاولة الفرار وإطلاق الشرطة النار على الشخص الذي يحاول الفرار، أو عدم الامتثال لأوامر الشرطة بالتوقف. ليس هذا هو الحادث الأول من نوعه، بل سبقته عدد من الحوادث لحد أن الأمر بلغ في ظرف مدة معينة، أو بمعنى آخر حسب بعض الدراسات تتحدث أو التي تتحدث عن أن متوسط الذين قتلوا في فرنسا في مدة سنة يبلغ شخص في كل شهر. بمعنى هذه الحادثة أو مثلها حادثة عدم الامتثال في فرنسا أصبحت ظاهرة، بحكم أن مجموع الذين قتلوا بسبب عدم الامتثال أصبح يشكل رقم شهري كمتوسط، أي كل شهر شخص يقتل في فرنسا بسبب عدم الامتثال لأوامر الشرطة وعدم التوقف. لكن لماذا، كسؤال بديهي جدا، لماذا لم نرى في فرنسا من خلال الحالات السابقة ما نراه اليوم؟ لماذا لم نرى احتجاجات وإحراق وسلب ونهب؟ عدد من الحوادث تقع في فرنسا على شاكلة حادثة المراهق نائل، لكن لم ينتج عن ذلك احتجاجات كهذه وفوضى كهذه وإحراق وسرقة ونهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة كما نراه أو كما نرى الأمر مع حادثة المراهق النائل. إذن هناك محرك للأحداث، مثلا على شاكلة ما وقع مع محمد البوعزيزي في تونس. لا يمكن أن يعقل شخص صفع في تونس
وأخذت عربته أحرق نفسه أن تتحرك وراءه ثورات ملونة تأتي على الأخضر واليابس. ولا يمكن كذلك أن نرى بسبب حادث كهذا تخريب والسلب والنهب في فرنسا، إلا إن كان هناك من يحرك الأمور من الخلف. أعطي مثال، مثلا في يوم السبت، أو مثلا أعطي مثال بسيط فيما يخص مقتل المراهق نائل. تم تداول بطريقة جد غريبة فيديو مقتله حيث ضرب برصاصة في الصدر بطريقة غريبة جدا، بمعنى أن هناك محرك للأحداث، هناك من يريد إشعال نار الفتنة وقد حدث. فيديو آخر في نفس اليوم، أي يوم الثلاثاء 27، قتل المراهق نائل. انتشر فيديو مقتله مباشرة بعدها يوم الأربعاء 28 يونيو من سنة 2023 سيتم تداول فيديو لإيمانويل ماكرون وهو يحضر سهرة غنائية ويرقص، سهرة أو حفلة موسيقية هي للمطرب الإنجليزي إلتون جون. إذن فليتساءل أي أحد معي كيف يتم نشر هذه الفيديوهات بهذه السرعة على نطاق واسع. إذن هناك لجان إلكترونية تشتغل. كذلك من يساهم في هذا، مثلا صورة لماكرون في حفلة غنائية لمطرب إنجليزي، ماكرون يرقص مثلا. بطبيعة الحال هناك اليسار والذي على رأسه جون لوك ميلونشون، كذلك بعض الأحزاب اليسارية، حزب شيوعي، أو لنقل التحالف اليساري الذي يضم مثلا الحزب الاشتراكي، حزب فرنسا الأبية، الحزب الشيوعي الفرنسي. هذا هو اليسار في حد ذاته. اليسار بقيادة جون لوك ميلونشون والذي هو يقود أو الذي حزبه الاتحاد الشعبي البيئي والاشتراكي الجديد. جون لوك ميلونشون التحالف اليساري أهم الداعمين لما يجري في فرنسا. إضافة الأحزاب اليمينية على رأسها مثلا إريك زيمور مثلا، والذي يقود حزب الاسترداد. بالنسبة لليسار يؤجج الوضع من أجل ضرب الرصيد السياسي لإيمانويل ماكرون. بالنسبة لإريك زيمو سيهاجم الإسلام والمسلمين والمهاجرين، وهذا الشخص معروف بتطرفه. قد يخطئ من يظن أن مارين لوبين يمين متطرف، بل يمين قومي. مارين لوبين ضد الإسلام السياسي، لكن ليست ضد الإسلام، ليست ضد المسلمين. حالها حال جورجينا ميلوني، وهم اليمين القومي في إيطاليا، إخوة إيطاليا. كما قلنا تأجيج هذه الاحتجاجات هي ضربة
من الداخل وضربة من الخارج، ضربة داخلية لماكرون من أجل كسر شوكته والنيل من رصيده السياسي ورصيد حزبه. لكن هناك ضربة خارجية وأطراف خارجية تحرك ما يحدث في فرنسا. السبب ما هو؟ أول شيء، هناك توجه غربي محض لتصفية النفوذ الفرنسي في مختلف الدول التي كان لفرنسا نفوذ فيها، خصوصا في إفريقيا. وهناك حرب على فرنسا والفرنكوفونية، هذا من جانب. ثاني شيء، المتمرد ماكرون يريد أن يأخذ فرنسا في اتجاه مخالف لشبكة المصالح الغربية التي تقود العولمة النيوليبرالية. ماكرون يريد أن يغرد خارج السرب، وهذا خط أحمر بالنسبة لشبكة المصالح الغربية. رأينا ماكرون يتجه إلى الشرق نحو الصين، هذا مرفوض بتاتا بالنسبة لشبكة المصالح الغربية، والتي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أو هذا مرفوض في الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وآخر شيء، أو الشيء الذي أغضب شبكة المصالح الغربية من ماكرون، أو التي جعلت، أو الشيء الذي جعل الصين يصل إلى الزوبة بالنسبة لشبكة المصالح الغربية لتغضب من ماكرون، هو دعوة ماكرون إلى الاتفاق على نظام مالي عالمي جديد، حيث سبق لماكرون أن قال إن النظام المالي العالمي الحالي هو نتيجة توافق حصل في الماضي، وهو نظام كنا في حاجة إليه، ولكنه لم يعد متسقا مع أهدافنا اليوم. تحرر فرنسا من شبكات شبكات المصالح الغربية أمر غير مرفوض جملة وتفصيلا، خط أحمر. من هنا يمكن فهم الأطراف التي تحرك المؤامرة ضد فرنسا الماكرونية. فرنسا أو ماكرون هو أشبه ما يكون بعض الشيء دونالد ترامب. نموذج ماكرون كان نموذج ترامب، شيء مرفوض وغير مقبول بالنسبة لشبكات المصالح الغربية. لهذا نرى ما يحدث الآن في فرنسا. الأكيد أن هناك في فرنسا وحال أي دولة في العالم مشاكل كبرى لدى رجال الأمن، مثلا حالات انتحار، مشاكل نفسية، مشاكل مالية، مع ضغط كبير في الشغل، وهذا لا يخلو من أي مكان. كذلك هناك مشاكل عند الطبقات الهشة والمهمشة، خصوصا في الأحياء الشعبية، نتيجة تراكمات عشرات من السنين التي جعلت فرنسا على فوهة بركان. هذا شيء طبيعي، لكن الدفع بالأمور للانفجار، وهنا يجب على كل عاقل أن يفكر في من يحرك الأمور من الخلف، خصوصا أن ما يجري في فرنسا سيعود بالسلب على الإسلام والمسلمين. سيتم ضرب الإسلام والمسلمين، تشويه الإسلام والمسلمين. بحكم ماذا؟ بحكم أن من وراء السلب والنهب وتدمير الممتلكات الخاصة قبل العامة، خصوصا أن من يقوم بكل هذه الفوضى هم مسلمون وأبناء
مسلمين. وها نحن نسمع اليوم وزير الداخلية الفرنسي اليساري والذي هو من أصل جزائري يتحدث عن أن الإجرام والإرهاب في فرنسا هو بسبب الإسلام السني. تخيل معي هذا وانعكاس هذا على صورة الإسلام والمسلمين. للأسف ولا يمكن إلا القول في الأخير أن فرنسا تذوق اليوم من نفس الكأس. فرنسا التي دعمت ما يسمى بثورة الياسمين في تونس، وها نحن نرى حال تونس. فرنسا التي تدخلت وبدأت تقصف في الكتائب الليبية وتمكن أو تقوم بتمكين جحافل الإرهابيين والخوارج للإمساك بزمام ليبيا وإسقاط نظام معمر القذافي. ونحن نرى حال ليبيا إلى يومنا هذا. إذن اليوم فرنسا تعاني، فرنسا تشرب من نفس الكأس وتذوق من نفس السم، وأسباب ذلك كما ذكرنا داخلية وخارجية. وهناك من يحرك المؤامرة من الخلف. أول شيء ضربا لفرنسا وضربا لماكرون وضربا للإسلام والمسلمين، بحكم أن من يقوم حاليا بهذه الأحداث هم مسلمين وأبناء مسلمين، وتشوه صورة الإسلام ويساء إليها بسبب أبنائها وتهورهم ومن يدفعهم إلى ذلك. في جميع الأحوال أعانكم الله، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله.